السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح النهاردة الدرس الاول في الدراسات، ادوات تحديد المواقع. طيب، اول حاجة عايزين نعرف يا ميس يعني ايه. طيب بص بقى، هسألك سؤال. لو انا جيت دلوقتي قلت لكم يلا بينا نروح مكتبة اسكندرية، قلتولي هي يلا بينا يا ميس، طيب يلا بينا. بعد كده وقفت وقلت لكم ايه ده انا ما اعرفش اروحها ازاي. بعد كده ايه، ازاي يا ميس هنروحها؟ فبعد كده اقول لكم جات لي فكرة. انا هشوف الخريطة هنمشي زي ما الخريطة هتقول لنا، وفي الاخر هنلاقي المكتبة. يعني لو الخريطة بتقول لنا ايه، لو بصينا في الخريطة هتقول لنا امشوا الشارع ده واحودوا كده، وبعد كده امشوا ايه، امشوا الشارع ده، هتلاقوها على ايديكم اليمين المكتبة اهي. يبقى احنا عملنا ايه؟ يبقى الخريطة دي عبارة عن ايه؟ انا عملت ايه دلوقتي؟ رسمت يا ميس. بجد؟ طب رسمت ليه؟ عشان يا ميس تعرفينا مكان المكتبة. رسمت عشان نعرف مكان المكتبة. يعني الخريطة ايه يا ميس؟ رسم. الخريطة مالها؟ رسم. طب رسم ايه؟ رسم توضيحي. يعني ايه؟ رسم وضح لنا مكان المكتبة فين. الخريطة هي ايه؟ رسم توضيحي يا ميس. الخريطة هي ايه يا حلوين؟ رسم توضيحي. رسم اهو يا ميس انتي رسمتيه ووضح لنا فعلا مكان الخريطة. طيب، طب لإيه؟ هو رسم توضيحي لإيه؟ نقول لك يا ميس، لسطح الأرض كله. لسطح الأرض كله، يعني مثلا إيه؟ هيرسم لنا مثلا سطح الأرض كله أهي. مثلا هيرسم لنا كل سطح الأرض، يا كله لسطح الأرض أو جزء منه. سطح الأرض كله لسطح الأرض أو جزء منه يا ميس. نقول تاني، يعني الخريطة هي إيه؟ رسم توضيحي يا ميس. لإيه يا جماعة؟ لسطح الأرض أو جزء منه. طيب، بيقول بقى إحنا بنستخدم شوية حاجات علشان نعمل إيه؟ نرسم. طبعا يا ميس، مش إحنا نيجي نرسم بنحتاج ألوان ونحتاج ورقة عشان نقعد نرسم كده ونطلع الرسمة جميلة. علشان أرسم الخريطة لازم هحتاج شوية حاجات يا ميس عشان أقدر إيه أرسمها. طب الحاجات دي زي إيه؟ هقول لكم. أول حاجة من الحاجات دي زي إيه؟ هنا يا ميس أنا يبقى قلنا رسم توضيحي لسطح الأرض أو جزء منه بستخدم إيه؟ مجموعة من الرموز والألوان. يعني بستخدم رموز وألوان. هنعرف الرموز دي إيه والألوان دي إيه. ومقياس رسم محدد. إيه يا ميس؟ بستخدم بستخدم ايه؟ باستخدام مجموعة من الرموز والألوان. بس باستخدام ايه؟ باستخدام مجموعة من الرموز والألوان. وإيه كمان يا ميس؟ حاجة تانية نسيناها، ومقياس رسم محدد. تمام كده؟ يبقى لما نقول نعرف الخريطة، ايه هي الخريطة؟ ايه المقصود بالخريطة؟ عرفنا يا ميس خلاص. هي رسم توضيحي لإيه؟ لسطح الأرض أو جزء منه. بستخدم ايه؟ باستخدام مجموعة من الرموز والألوان، وكمان ومقياس رسم ايه؟ محدد. تمام. طيب، عاوزين نعرف ايه اللي موجود في الخريطة بقى. تتضمن الخريطة عدة عناصر. هي الخريطة بقى فيها ايه عناصر كده؟ عايزين نعرف يعني يا ميس بقى ايه. مش فاهمين احنا من اللي احنا شايفينه ده؟ مش فاهمين. هقول لكم. بصوا دي اسمها ايه؟ اسمها وردة الايه؟ البوصلة. يعني ايه يا ميس؟ هقول لكم بعد كده معناها. لكن خدوا بالكم، وردة البوصلة ما عاملة كده، وبعد كده نيجي هنا كده، وبعد كده نيجي كده. تمام؟ او هقول لكم على اسهل حاجة. اسهل هنعمل كده، وبقى كده نطلع من هنا من النص هنا واحدة، ونطلع من النص هنا واحدة، ومن هنا واحدة، ومن هنا واحدة. لا، استنوا كده نرسمها بشكل افضل. بصوا، هنعمل كده كده، وهنطلع هنا. ايوه، وهنا وهنا وهنا. دي اسمها ايه؟ وردة البوصلة. تمام كده، اسمها ايه؟ وردة البوصلة.
طيب وهنعرف بعد كده يعني ايه وردة البوصلة. بصوا بقى على ده، هي دي مش خطوط؟ اه يا ميس خطوط اهي، مش دي خطوط؟ ودي كمان خط وده كمان خط، صح كده؟ اسمها ايه يا ميس دي؟ اسمها خطوط الطول. هي مش بالطول اهي، اهي خطوط الطول، اهي خطوط الطول. تمام يا ميس، ماشي. طب ودي، دي عرض بس اسمها دوائر. اسمها ايه؟ اسمها دوائر العرض. اسمها هنا شبكة خطوط الطول، لا اسمها هنا دوائر العرض. اسمها ايه؟ دوائر العرض. يعني يا ميس اللي بالعرض دي اسمها دوائر العرض، واللي بالطول دي اسمها خطوط الطول. طيب يعني الاتنين مع بعض يا ميس اسمهم ايه؟ اسمها شبكة. الاتنين مع بعض بقى شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. شبكة ايه يا جماعة؟ خطوط الطول ودوائر العرض. تمام، برافو عليكم. طيب انا هسألكم سؤال واشوفكم شاطرين ولا لا. هي دي خريطة ايه لما اسأل كده؟ خريطة ايه؟ خريطة ايه؟ ايه ده بنفكر يا ميس مش عارفين. طب بصوا كده هنا، بصوا هنا كده، بصوا هنا كده. ده موجود يا ميس، ان عنوان الخريطة بيقول لي ان دي خريطة بعض المدن المصرية. شاطرين. طب عرفتوا ازاي؟ لان يا ميس هو عاطيني عنوان الخريطة. يعني لازم يديني عنوان الخريطة عشان اعرف الخريطة دي خريطة ايه. طبعا يا ميس. يبقى ده اسمه ايه اللي مكتوب تحت كده اللي بيعرفني الخريطة دي ايه؟ اسمه يا ميس عنوان الخريطة. اسمه ايه؟ عنوان الخريطة. طيب بصوا بقى كده، شايفين اللي موجود دوت الوان وقدامها ده بيعرفني ايه؟ بصوا بقى، هنا باللون الاحمر مكتوب العاصمه، وهنا باللون الاسود مكتوبه مدينه رئيسيه، وهنا دوت مكتوب ان ده نهر النيل وان دوت بحر. يعني ايه يا ميس؟ يعني بيعرفني اي لون موجود في الخريطه. يعني ايه؟ بصوا كده، اللي باللون الاحمر دي القاهره، صح كده؟ مش هي دي العاصمه؟ العاصمه. العاصمه اللي هي الملكه، اللي هي ايه؟ اللي هي القاهرة يا ميس. طب بصوا الخطوط الايه السوداء دي، الدوائر السوداء يعني مدينة رئيسية. بصوا، اسكندرية مدينة رئيسية، المحلة مدينة رئيسية، مرسى مطروح مدينة رئيسية، بورسعيد رئيسية يا ميس. كل دول مدن رئيسية، هي مدينة رئيسية. يعني لما اشوف النقطة السوداء دي، الدايرة السوداء دي، اقول عليها ان دي مدينة رئيسية. ايوه. ولما اشوف النقطة الحمراء اقول ان دي العاصمة. ايوه. تمام. طيب نهر النيل اعرف ان هو خط ازرق كده، بيقول لي ان الخط الازرق ده خدي بالك ده اسمه نهر النيل. وخدي بالك ان البحر ايه؟ كبير اهو. البحر بيبقى عريض وكبير قوي، يعني الايه اللبني اللي بالشكل دوت يعني بحر، زي البحر اهو الاحمر وزي البحر المتوسط. تمام يا ميس. تمام، فهمنا يا ميس. طيب في حاجة تانية عايزة اقول لكم عليها. ايه يا ميس تاني؟ بصوا كده، ده اللي مكتوب عليه 200 و100 ده اسمه مقياس الرسم. اسمه ايه يا ميس؟ اسمه مقياس الرسم. طيب وهقول لكم دوت يعني ايه. طيب يا ميس، طب ده اسمه ايه اللي احنا شفناه دوت الالوان دي؟ اسمه مفتاح الخريطة. اللي احنا قلناه من شوية ده اسمه مفتاح الخريطة. وده يا ميس اسمه ايه؟ مقياس الرسم. طيب عايزين نفهم اكتر الحاجات اللي حضرتك قلتي عليها، فاحنا هنمسح ده ونجيب الصفحة التانية علشان نفهم اكتر. هقول لكم بقى، ركزوا معايا كده. بصوا بقى، اول حاجة عنوان الخريطة ماله؟ يشير إلى الموضوع الذي تتناوله الخريطة. يعني إيه؟ يعني بيعمل إيه؟ بيكتب لي إن الخريطة دي خريطة إيه؟ خريطة إيه؟ يشير إلى إيه يا جماعة؟ يشير إلى الموضوع الذي تتناوله الخريطة. يعني الخريطة بتتكلم عن إيه؟ بيقول لي إن الخريطة دي خريطة إيه؟ بيقول لي إيه؟ إن الخريطة دي خريطة إيه؟ طيب هنا بيقول مثال نستنتج من عنوان الخريطة السابقة، من الخريطة اللي فاتت دي نعرف إن مالها خريطة إيه دي؟ مواقع بعض المدن المصرية. عرفنا فعلا ان الخريطة اللي احنا شفناها من شوية الميس سألتنا واحنا كنا شاطرين وجاوبنا عليها،
وبصينا على عنوان الخريطة لقيناها مواقع بعض المدن في مصر. عرفنا ان هي ايه؟ ان ده عنوان الخريطة. يعني ايه عنوان الخريطة؟ يشير يا ميس، يشير الى الموضوع، بيشير للموضوع الذي تتناوله الخريطة. طيب خلاص عرفنا. وردة البوصلة يعني ايه؟ وردة البوصلة يا ميس اهي شبه الوردة اهي. تمام. مالها وردة البوصلة؟ بصوا لو انتوا ركزتم كده، ركزوا هتلاقوا في شمال. نعلق ولا ايه؟ طيب هنلاقي في شرق، نجيب اللون برضو، وهنلاقي في غرب، وهنلاقي في شمال، وهنلاقي في جنوب. وبعد كده هنلاقي شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، وجنوب غرب. طيب مش فاهمين يا ميس؟ اقول لكم. اول حاجة ان وردة البوصلة دي بتوضح الاتجاهات. اتجاهات ايه؟ اتنين، اتجاهات اصلية واتجاهات فرعية. بتحدد ايه يا ميس؟ بتوضح الاتجاهات الاصلية والاتجاهات الفرعية. يعني ايه؟ مش انا قلت لكم ان في شمال جنوب شرق غرب؟ دي الاتجاهات اللي احنا عارفينها. يا ميس طبعا اهي، شرق شمال اهي، وجنوب اهي، وشرق اهي، وغرب اهي. ايوه دي اسمها ايه؟ ركزوا كده، الاتجاهات الاصليه. يبقى دي اسمها ايه؟ الاتجاهات الاصليه يا ميس. طب مين الشاطر اللي هيقول لي ويجاوب عليا ويقول لي لما انا اقول شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب، يعني انا جبت شمال وبعد كده وراها شرق، وبعد كده جبت شمال وبعد كده قلت وراها غرب، بعد كده جبت جنوب وبعد كده قلت شرق، وبعد كده جبت جنوب وقلت ايه؟ غرب. شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب. دول ايه؟ دول بالاحمر يا ميس، دول اسمهم ايه؟ اسمهم الاتجاهات الايه؟ الفرعية. طب وهي شمال جنوب شرق غرب؟ الاتجاهات الأصلية يا ميس. الاتجاهات الأصلية اللي هي ايه؟ شمال جنوب شرق غرب، شمال جنوب شرق غرب، دي اتجاهات أصلية. طب الاتجاهات الفرعية يا ميس؟ الاتجاهات الفرعية اللي هي شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق، جنوب غرب. خلاص عرفنا. تمام. طيب نيجي لمقياس الرسم. ايه هو مقياس الرسم؟ مقياس الرسم ده يا ميس يعني هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. يعني ايه؟ ايه رأيك؟ هي الخريطة فعلا اللي فاتت دي اللي احنا شفناها دي فعلا خريطة بعض المدن؟ يعني هل المدن كلها قد الورقة اللي احنا شفناها دي؟ يعني انا لو رسمت اسكندرية هتبقى قد اسكندرية قد الورقة دي؟ ايه ده؟ او القاهرة قد الورقة دي؟ ايه ده؟ لا طبعا يا ميس. ايه ده؟ ازاي طبعا؟ لا طبعا. يبقى انا برسم الرسمة دي بس على صغير. لكن ايه؟ القاهرة اكبر من كده بكتير يا ميس طبعا، واسكندرية اكبر من كده بكتير يا ميس. يعني ما ينفعش اعمل خط كده واقول ان اسكندرية اهي. ايه ده؟ فين النقطة دي؟ اسكندرية؟ ايه ده؟ دي اسكندرية اكبر من كده. دي القاهرة؟ دي النقطة دي القاهرة؟ لا دي القاهرة اكبر من كده. يبقى ايه؟ يبقى انا في الحالة دي لاني ما اقدرش اجيب ورقة قد اسكندرية، ما اقدرش اجيب ورقة قد القاهرة عشان ارسم اسكندرية والقاهرة. فانا هرسمها لكم على ايه؟ بنرسمها في ورقة عادية صغيرة، وبعد كده بعرفكم دي قد مساحتها قد ايه. يعني عشان كده مقياس الرسم بنستخدمه في الخريطة. يعني ايه؟ يعني هو المسافة بين الايه؟ بين هو النسبة بين ايه يا ميس؟ بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. مسافة على الخريطة اللي احنا بنرسمها على الخريطة، واللي ايه؟ وما يقابلها على الطبيعة، يعني فعلا على الطبيعة فعلا هي أكبر من الايه؟ من الخريطة بكتير. طيب هنا بقى بيقول بنلاحظ أن السنتيمتر الواحد يمثل 100 كيلو متر. يعني ايه؟ بصوا السنتي بيساوي 100 كيلو متر. يعني لما اقول 100 سنتي هقول 100 كيلو متر. تمام. لما اقول 1 سنتي هقول 100 كيلو متر، 2 سنتي 200 كيلو متر، 3 سنتي 300 كيلو متر، 4 سنتي 400 كيلو متر.
طيب يعني هسألكم سؤال، إذا كانت المسافة بين القاهرة وأسيوط على الخريطة بتساوي 4 سنتي، لو المسافة ما بين القاهرة وأسيوط 4 سنتي، فإنها تساوي قد إيه في الطبيعة؟ ها، أنا سامعة ناس شاطرة بتقولي 400 كيلو متر يا ميس. برافو عليكم، أحسنتم. 400 كيلو متر. تمام، فهمتوا كده مقياس الرسم؟ يا ميس، يعني أنا برسم 1 سنتي على الخريطة، واروح جاية ايه اعرف ان هي 100 سنتي في الطبيعة. تمام، اعرف ان هي ايه 100 سنتي في الطبيعة. تمام. طيب ناخد اللي بعدها. هنا بقى بيكلمني عن ايه، بيعرفني يعني ايه مفتاح الخريطة. احنا عرفنا ان ايه العاصمة اللي هي القاهرة، ده اللي معلمني عليها علامة ايه الدايرة، ايه الدايرة اهي دي، الدايرة الحمراء. عرفنا ان دي القاهرة، وعرفنا ان المدن الرئيسية كلها هي اللي ايه اللي معمولة النقطة السوداء دي. وعرفنا يا ميس ان نهر النيل هو دي الازرق، اللي ايه الخط الازرق ده، الخط اللبني ده هو ده نهر النيل. وعرفنا يا ميس ان الشكل ده بيقول لي ان ده البحر. يعني انا لو بصيت في النقط دي هفهم على طول، خلاص يبقى القاهرة دي العاصمة. المدن الرئيسية اسكندرية، والمدن الاسكندرية وبورسعيد وكل دول ايه مدن رئيسية. وعرفنا اول ما بصينا الطويل ده الازرق ده نهر النيل. طيب والشكل كده الايه الازرق الكبير ده اللبني الاكبر ده البحر. بيقول لك بقى ان مفتاح الخريطة يوضح مدلول الألوان والرموز الموجودة على الخريطة. يعني إيه مفتاح الخريطة؟ يعني إيه يا حلوين؟ بيوضح إيه مدلول الألوان والرموز الموجودة على الخريطة. مدلول الإيه؟ أهي مش دي ألوان ورموز؟ مدلول الألوان والرموز على مين؟ على الخريطة الموجودة على الخريطة يا ميس. يعني يا ميس لو شفت نقط كده سودة، هقول عليها ان دي مدن رئيسيه. يبقى ده ايه؟ مش دي الوان؟ الوان اهي، احمر يا ميس اهو. ودي رموز برضو، يا ميس بيديني رموز اهو، خط اعطيني خط اهو، اعطيني الاشكال دي. يبقى يوضح ايه مدلول الالوان والرموز اللي موجوده فين على الخريطه يا ميس. احنا شاطرين وعرفنا. زي ما انا قلت لكم، الخط الازرق نهر النيل، الدايرة الحمراء بتشير للعاصمة اللي هي الايه مصر اللي هي القاهرة. والدوائر السوداء بتشير إلى ايه إلى المدن المصرية. والأزرق ده بيشير للايه للبحر. تمام. طيب هناخد آخر حاجة في التعريف الموجود على الخريطة، اللي هي شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. يعني ايه يا ميس اللي احنا شفناها؟ خطوط الطول ودوائر العرض يعني ايه يا ميس؟ بيقول لك بقى ان احنا بنستخدمها في تحديد مواقع المكان. بستخدمها في ان انا بحدد موقع اي مكان انا عاوزه اروحه. طب بالنسبه لمين يا ميس؟ بالنسبه بقى لخطوط الايه الطول ودوائر العرض. يعني انا لو عايزه المكان هنا بحدده بيبعد عن خطوط الطول قد ايه، وبيبعد عن خط العرض قد ايه. فهمتم؟ يعني انا لو عايزه اشوف بقى المكان اللي رايحاه في الخريطه بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض، يبقى انا بعمل ايه؟ بستخدمهم. بستخدم ايه؟ بستخدم شبكة خطوط الطول ودوائر العرض. تستخدم في تحديد مواقع المكان بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمثل خطوط الطول ودوائر العرض. تمام، خطوط الطول دوائر العرض. عايزة اروح للمكان ده، بشوفه بيبعد قد ايه عن خطوط الطول ودوائر العرض. تمام كده؟ طيب فهمنا يا ميس، احنا كده فهمنا. طيب نشوف اللي بعده. ثواني نمسح ده ونشوف بعد كده ايه. طيب لو جينا قبل ما نمسح وسألنا الأسئلة دي وسألتكم، هتعرفوا ولا لأ؟ لو أنا سألتكم أول حاجة قبل ما نقلب، أول حاجة لو قلت يشير إلى الموضوع الذي تتناوله الخريطة، ايه اللي بيشير للموضوع اللي بتتكلم عنه الخريطة؟ ايه هو؟ برافو عليكم، عنوان الخريطة يا ميس.
طيب توضح الاتجاهات الأصلية والفرعية. ها، ايه اللي بتوضح الاتجاهات الأصلية والفرعية؟ يا ميس معروفة، وردة البوصلة. برافو عليكم، ده ايه الشطارة دي؟ طب النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. المسافة موجودة في الخريطة، على الخريطة، واللي بيقابلها على الطبيعة فعلا، ده اسمه ايه؟ ها، اسمه يا ميس مقياس الرسم. أحسنتم. طيب يوضح مدلول الألوان والرموز الموجودة على الخريطة. عارفين المربع الألوان العاصمة والمدينة؟ ها، بيوضح مدلول الألوان والرموز، بيعرفني مدلول الألوان والرموز اللي موجودة على الخريطة. يا ميس عارفين مفتاح الخريطة. برافو عليكم، برافو. طيب هنمسح بقى ده، وبعد كده هننقل عن الصفحة، آخر صفحة. طيب بيقول لك بقى إيه هي أهمية الخريطة؟ إحنا عايزين نعرف هي الخريطة مهمة في إيه يا ميس؟ إيه هي أهمية الخريطة؟ بيقول لك إن يستخدم كتير من الناس بتستخدم الخريطة عشان تعرف أماكن مختلفة. يعني كتير من الأشخاص بتستخدم الخريطة لتعرف الأماكن المختلفة. عشان تعرف الأماكن المختلفة. يستخدم كثير من الأشخاص الخرائط. بيستخدموا الخرائط ليه يا ميس؟ لتعرف الأماكن المختلفة ومواقعها، عشان تعرف المكان موجود فين. طب زي مين يا ميس؟ أقول لكم، زي الفلاح. إزاي يا ميس؟ إزاي الفلاح؟ مش الفلاح بيكون عنده أرض؟ طبعا يا ميس. طب هو هيعرف إن أرضه قد إيه، ولا مساحتها قد ايه، عشان ما يروحش الارض اللي جنبه ويزرع عنده، ولا اللي جنبه ياخد الارض بتاعته، حته من الارض بتاعته ويزرع فيها. يعني لازم يا ميس يستخدم الخريطه. هو بيستخدم الخريطه عشان يحدد ايه ملكيه الايه الارض بتاعته. لو حصل لا قدر الله حد وجا اخد جزء من قطعه الارض، يقول لا، ويروح يعمل ايه؟ يقول لا، هي دي الخريطه وانا مساحه ارضي كذا، مساحة أرضي، مساحة أرضه أيا كان، فهيقول أنا مساحة أرضي الحتة دي، ودي الأرض بتاعتي. فيبقى ليه الحق إن هو يعمل إيه؟ يزرع في أرضه. تمام كده؟ طيب الجيش يا ميس. طب إزاي الجيش؟ هي مش في مواقع حربية؟ يا ميس في مواقع حربية. فالجيش بيعمل إيه؟ بيحدد المواقع دي. مالها؟ بالخريطة طبعا. يبقى تحديد المواقع الحربية، بيحدد الايه المواقع الحربية. طب والسائح يا ميس بيستخدم الخريطة في ايه؟ السائح بيستخدم الخريطة للايه الوصول الى الاماكن السياحية والاثرية. يعني اللي ينفع السائح يجي اكيد مش هيعرف فين الايه المتاحف اللي عاوز يزورها والاماكن السياحية اللي موجودة في البلد، اكيد مش هيعرف. فهو بيستخدم ايه؟ بيستخدم الخريطة عشان يعرف يروح اي مكان هو عاوزه. تمام. طب الطيار والقبطان ازاي يا ميس؟ هو مش الطيار والقبطان، مش الطيار بيعمل ايه؟ بيتحكم في الطيارة، والقبطان كمان بيبقى عنده ايه؟ مركب. صح كده؟ يا ميس سفينة. صح كده؟ يا ميس. يبقى هو ازاي هيمشي ازاي؟ صح. ايه ده؟ هيمشي ازاي؟ ها، ولا هيسأل واحد يقول له امشي الشارع اللي جاي واحود وكده؟ لا طبعا يا ميس. يبقى هو بيعمل ايه؟ بيستخدم الخريطة طبعا عشان يعرف يوصل للمكان اللي هو عاوزه. طيب التلميذ ازاي بقى؟ هو انتم مش بتذاكروا الخريطة؟ صح كده؟ طبعا يا ميس. يبقى انا بستخدم الخريطة عشان اذاكرها ولا لا؟ اذاكر الدروس بتاعتي. طبعا يا ميس. طيب هو انا مش بروح اماكن تانية؟ طبعا. يبقى اعمل ايه؟ يبقى انا استخدم الخريطة. يبقى التلميذ ماله؟ مذاكرة دروسه وتحديد الاماكن التي يرغب في الذهاب اليها. يعني بيذاكر دروسه من خريطة، وكمان بيحدد الاماكن اللي عاوز يروحها. تمام كده؟ يا ميس تمام. يبقى عرفنا ان الفلاح بيستخدم الخريطة، والجيش بيستخدم الخريطة، والسائح بيستخدم الخريطة، والطيار والقبطان بيستخدموا الخريطة، والتلميذ كمان. طيب آخر حاجة هنتكلم عنها الايه؟ الصورة. يبقى احنا أول حاجة اتكلمنا عن ايه؟ عن الخريطة. الخريطة دي رسم، صح كده؟ رسم بنرسمه، صح؟ تاني حاجة بقى بنستخدمها الصورة. يعني ايه يا ميس؟ يعني يا اما بنكتب بايدينا وبنرسم الخريطة، تمام، نرسم الخريطة زي كده، ونرسم الخريطة كده، ونرسم الخريطة كده، بنرسمها بايدينا. ويا ميس في حاجة تانية بيستخدموها وهي الصورة. زي ايه؟
الطيارة بتطير وتصور الأماكن اللي موجودة، بتبقى موجودة زي الصورة دي كده، زي الصورة اللي انتم شايفينها اهي. دي من الطيارة موجودة، الطيارة بتطير وبتصور الصورة دي. طب تاني حاجة الصور الفضائية بتبقى ازاي؟ بيبقى في أقمار صناعية بتصور الكرة الأرضية دي من بره. الكرة الأرضية من بره احنا يا مش شايفين حاجة. مين اللي شايفينها أكتر؟ الصور الجوية ولا الصور الفضائية؟ بصراحة يا الصور الجوية احنا شايفينها أكتر من الصور الفضائية. يبقى ايه؟ يبقى احنا كده بنستخدم الصور الجوية، بتعمل ايه؟ بنلتقطها باستخدام ايه؟ باستخدام الطيارة يا طيب، طب ايه ميزتها عن الصور الفضائية؟ اول حاجة يا بتعطينا صورة حقيقية لسطح الارض، بتدينا صورة حقيقية، احنا شايفين فعلا المكان اهو، بصوا الحديقة اللي احنا بنقعد فيها، بصوا البيت بتاعنا اهو هناك اهو. يبقى بتدينا صور ايه؟ حقيقية لسطح الارض ومعالمها. يعني ايه؟ يعني احنا شايفين كويس قوي سطح الارض. تمام، يبقى تعطينا صورة ايه؟ حقيقية لسطح الارض يا بتعطينا صورة حقيقية لسطح الارض يا ومعالمها. طيب، تاني حاجة بتساعد في رسم خرائط أكثر تفصيلا ودقة، بتساعدني إن أنا أقدر أرسم خريطة أكتر دقة من إيه؟ من الصور الفضائية. الصور الفضائية بتعمل إيه؟ تلتقط بالإيه؟ باستخدام الأقمار الصناعية. يعني أنا إيه؟ بستخدم الأقمار الصناعية علشان إيه؟ علشان تتصور. بصوا شايفين كده؟ لا دي مش باينة قوي. طب ليه مش باينة قوي يا أقول لكم، عشان هي بتغطي مساحات أكبر ومواقع أكثر من الصور الجوية. يعني إيه؟ يعني بص، عطشنا إيه؟ هتلاقوا عطشين مساحة كبيرة جدا أكتر من إيه؟ من الصور الجوية. يبقى لما نقول الفرق ما بين الصور الجوية والصور الفضائية، أول حاجة يا الصور الجوية بتلتقط باستخدام إيه؟ الطائرات يا طيب الصور الفضائية تلتقط باستخدام ايه؟ الأقمار الصناعية يا طيب، ايه بقى؟ تتميز بإيه بقى الصور الجوية؟ بتعطينا صورة حقيقية، صورة حقيقية لسطح الأرض ومعالمها. يعني بتدينا صورة حقيقية لسطح الأرض ومعالمها يا طيب الصور الفضائية؟ لا، الصور الفضائية يا بتعطينا مساحات أكبر ومواقع أكثر من الصور، بتدينا مساحة كبيرة من إيه؟ من الصور الجوية. تمام. طب الصور الجوية بتساعد في رسم خرائط أكثر تفصيلا ودقة. بتساعد في إيه؟ في إن أنا أرسم خرائط أكثر تفصيلا وإيه؟ ودقة. طيب كده إحنا عملنا إيه؟ خلصنا شرح الدرس. طيب بالنسبة للأسئلة اللي موجودة، هنزل هنزل تسجيل فيديو بالأسئلة لوحدها اللي موجودة، الأسئلة اللي موجودة هنا تحت دي، وأسئلة دي كمان. تمام، وهنزل فيديو علشان أشوف انتوا فهمتوا ولا لأ. تمام، أعرف انتوا فهمتوا ولا لأ. وأشوفكم إن شاء الله بإذن الله الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.